السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الثالث الثانوي العلمي مع درس جديد من دروس كتاب الجبر. الجزء الثاني من تمرينات المتغير العشوائي، وهذا الدرس هو الدرس الأخير في بحث الاحتمالات. يحوي صندوق 6 بطاقات تحمل الأرقام، 3 بطاقات عليها الرقم 1، وبطاقتين تحملان الرقم 2، وبطاقة واحدة تحمل الرقم 3. نسحب من الصندوق بطاقتين على التتالي دون إعادة، وإكس متغير عشوائي يدل على مجموع رقمي البطاقتين المسحوبتين. عين قيم المتغير إكس، ثم اكتب جدول القانون الاحتمالي واحسب التوقع الرياضي. في هذه المسألة أولا هناك 6 بطاقات قمت بتمثيل هذه الحالة، حالة السحب في هذا الجدول. ف6 بطاقات مرقمة، 3 بطاقات رقم 1، وبطاقتين رقم 2، وبطاقة رقم 3. وهكذا في هذا العمود أيضا، عندما أسحب على التتالي دون إعادة دائما القطر الرئيسي يكون محذوف. فهذه البطاقة التي تحمل الرقم 1 لا يمكن أن تنتج مع هذه البطاقة، لأنه أعد هذه البطاقة نفس هذه البطاقة تماما. فيمكن أن تكون مع البطاقة الثانية التي تحمل الرقم 1، والمجموع يكون 2، ثم 1 زائد 1 2 البطاقة الثالثة التي تحمل الرقم 1. هكذا لو سحبنا الأولى مع الثانية، والأولى مع الثالثة، لاحظوا، ثم الثاني مع الثالثة، يمكن ذلك الثاني مع الثالثة. فالآن ألاحظ هذا الجدول يوضح لنا طريقة السحب والحالات الممكنة. ففي الجدول نلاحظ أن مجموعة قيم المتغير العشوائي هي 2، وينتج الاثنين من سحب بطاقتين كل منهما تحمل رقم 1، ينتج 3، والثلاث ينتج فيما لو كانت بطاقة تحمل الرقم 2 وبطاقة تحمل الرقم 1. ف1 مع 2 ينتج 3، ثم 4، ثم 5. إذن هذه هي البطاقات الآن والحالات الموجودة تعين لنا قيم المتغير العشوائي 2 3 4 5. عينا مجموعة قيم المتغير العشوائي اللي بنسجله في الجدول كما تعلمنا 2 3 4 5. ثم نحسب F ل2، وإف 2 هو احتمال أن يكون مجموع رقمي البطاقتين 2. في الحقيقة يمكن أن نرى ذلك في الجدول عن طريق عد الحالات 1 2 3 4 5 6 6 على 30 أو 3 على 15. نلاحظ هناك تناظر في الجدول بالنسبة للقطر الرئيسي. فإذا لاحظنا عدم أهمية الترتيب وأخذنا التوافيق راح يطلع 3 على 15، وإذا أخذنا التراتيب راح يطلع معي 6 على 20. يمكن أن نلاحظ هذا من الجدول، ويمكن أن نحسب عدد الطرق لسحب بطاقتين تحمل الرقم 1. توافيق 3 2 هو 3، وتوافيق 6 2 هو 15. يمكن عن طريق التوافيق، ويمكن عن طريق الجدول. طبعا كون نظمنا الجدول فالجدول أسهل. ثم F ل3 يكون المجموع يساوي 3. احتمال أن يكون المجموع يساوي 3. 1 2 3 4 5 6 6 و6 تحت القطر صار 12 من 30 أو 6 من 15. يمكن أن نعتبر هذا تماما. ثم F الأربعة الذي يساوي، نلاحظ 4 حالات فوق القطر و4 حالات تحت القطر، 8 من أصل 30 حالة أو 4 على 15. ثم F الخمسة بالمثل، نجد 4 على 30 أو 2 على 15. لو جمعنا البسوط ال2 مع الأربعة 6 و6 12 و3 15، إذن 15 حالة. نملأ الجدول 3 على 15 هو F ل2، و6 على 15 F ل3، ثم 4 على 15 F الأربعة، 2 على 15 هو F الخمسة.
شكلنا جدول القانون الاحتمالي هو السطر الأول والثاني فقط، واحسب التوقع الرياضي. ضفنا السطر الثالث لسهولة حساب التوقع الرياضي، فنضرب RK بإف RK 6 على 15 18 على 15 16 على 15 و10 على 15. عندما نضرب هذا العدد بالكسر نضربه فقط في البسط، ليكون التوقع الرياضي هو مجموع البسوط على المقام الموحد 15. فنجمع 6 و18 24 و16 40 و10 50 على 15. لو قسمنا على 5 البسط والمقام لوجدنا 10 على 3، أبسط ما يمكن في حساب التوقع. في السؤال السابع، يسدد كل من لاعبي كرة القدم مازن ومجد مرة واحدة على المرمى إذا كان احتمال عدم تسجيل أي هدف من قبل اللاعبين 3 على 25، واحتمال أن يسجل مازن فقط هدفا هو 7 على 25. احسب احتمال أن يسجل ماجد هدف، احسب احتمال أن يسجل مازن هدف. حتى نحل الطلب الأول والثاني، فإذا افترضنا هو حدث أن يسجل مازن هدف، وB هو حدث أن يسجل مجد هدف. فالمعطيات تقول احتمال عدم تسجيل أي هدف 3 على 25، فاحتمال ألا يسجل مازن ولا يسجل مجد هو عبارة عن 3 على 25، واحتمال أن يسجل مازن فقط، يعني احتمال تقاطع بفتحة أن يسجل مازن ولا يسجل مجد يساوي 7 على 25. هذه المعطيات في الطلب الأول. قال ما احتمال أن يسجل مجد، يعني بدل الآن احتمال البي. الآن التسجيل على هدف أحداث مستقلة، فيمكن لو أخذنا احتمال فتحة تقاطع بفتحة تساوي 3 على 25 لكان احتمال فتحة ضرب احتمال ب فتحة يساوي 3 على 25. ولأن احتمال تقاطع بفتحة 7 على 25، عندئذ لو أيضا أخذنا احتمال ضرب احتمال ب فتحة يساوي 7 على 25. هاتين العلاقتين بنجمعهم طرفا إلى طرف، فنجد احتمال فتحة ضرب احتمال ب فتحة زائد احتمال الآ ضرب احتمال ب فتحة يساوي 3 على 25 زائد 7 على 25. نلاحظ احتمال ب فتحة عامل مشترك، فيبقى داخل القوس احتمال فتحة زائد احتمال واحتمال فتحة زائد احتمال في الحقيقة هو 1، فصار معنا 10 على 25. إذا ما داخل القوس 1، سيبقى احتمال ب فتحة يساوي 10 على 25، ممكن نقسم على 5 فينتج 2 على 5، ليكون احتمال البي هو الاحتمال الحدث المتمم يساوي 3 على 5. إذا جمعنا احتمال البي مع احتمال البي فتحة يجب أن ينتج 1. إذا حسبنا احتمال البي أن يسجل مجد هدفا. أما في الطلب الثاني أن يسجل مازن هدفا، فنعوض احتمال البي فتحة في العلاقة الأولى أو العلاقة الثانية. في العلاقة الثانية بيعطينا احتمال الآ مباشرة، فنعوض في 2. إذا نعوض في العلاقة الثانية فنجد احتمال الآ ضرب احتمال ب فتحة هو 2 على 5 يساوي 7 على 25. في الحقيقة 25 مع 5 هاي
بضل معنا هون 5. فيكون احتمال ماذا يساوي؟ يساوي 7 على 5 بدنا نقسمها على 2 فينتج 7 على 10. إذن هذا احتمال أن يسجل مازن الهدف، وهذا احتمال أن يسجل مجد الهدف. هذا الطلب الأول والطلب الثاني. أما في الطلب الثالث قال إذا كان x متغير عشوائي يدل على عدد الأهداف التي سجلها اللاعبون معا، اكتب مجموعة قيم المتغير x وجدول توزيع الاحتمال والتوقع. في هذا الجدول توضيح إذا مازن الآن قد يسجل هدف وقد لا يسجل عدم التسجيل، مجد كذلك ممكن مازن يسجل هدف ومجد يسجل هدف، فقيمة المتغير عدد الأهداف صار هدفين. ممكن مازن يسجل مجد لا يسجل هدف فيكون عدد الأهداف 1، وكذلك 1 لو سجل مجد ولم يسجل مازن، ولكن عدم تسجيل كلاهما الهدف يكون 0. فلذلك ألاحظ قيم المتغير هي 0 1 و2. لا داعي لهذا الحقل. الآن 0 1 2. كيف نحسب الآن التوقع الرياضي؟ نشكل جدول التوزيع الاحتمالي، فنحسب f الصفر، وf الصفر هو احتمال ألا يسجل مجد ولا يسجل مازن، أي لا يسجل كلاهما الهدف. واحتمال فتحة تقاطع بفتحة في الحقيقة هو 3 على 25 بنص السؤال. ثم f الواحد وهو احتمال أن يسجل مازن ولا يسجل مجد، أو زائد احتمال ألا يسجل مازن ويسجل مجد. فماذا نلاحظ؟ نلاحظ احتمال تقاطع بفتحة موجود بنص السؤال 7 على 25، ولكن احتمال فتحة تقاطع ب، احتمال فتحة هي عبارة عن متمم احتمال 3 على 10 ضرب احتمال البي 3 على 5. فنلاحظ 7 على 25 زائد 9 على 50. نوحد المقامات، فهنا يصبح 14 زائد 9 23 على 50. ثم نلاحظ f الاثنين وهو أن يسجل كلاهما الهدف، يعني احتمال تقاطع ب، واحتمال تقاطع ب هو احتمال 7 على 10 ضرب احتمال البي 3 على 5 ويساوي 21 على 50. أعزائي الطلاب، في النتائج كلها يجب أن نجعل المقام موحد لسهولة حساب التوقع. فهذه المقام 50 50، هنا f الصفر نكتبها 6 على 50. الآن نعوض في الجدول 6 على 50 f الصفر، وf الواحد 23 على 50، وf الاثنين 21 على 50. لو جمعنا 21 مع 23 44 زائد 6 50 على 50. فيكون التوقع الرياضي يساوي المقام 50، ولكن نضرب كما تعلمنا 0 23 على 50 ضرب 1 42 على 50 هو 21 على 50 ضرب 2. فنجمع البسوط 42 مع 23 بصير معنا 65 على 50. يمكن أن نبسط بالتقسيم على 5 فنجد 13 على 10 أو 1.3. في السؤال الثامن يحوي جهاز كهربائي 5 كتل 2 منها معيبتان. يسحب عامل صياني هذه الكتل الواحدة تلو الأخرى ويفحصها على جهاز خاص لمعرفة الكتلتين المعيبتين. أولا،
ما احتمال معرفة الكتلتين المعيبتين بعد انتهاء الفحص الثالث؟ هنا نسحب الكتل الواحدة تلو الأخرى دون إعادة، لأن الكتلة التي تفحص توضع جانبا. قال ما احتمال معرفة الكتلتين المعيبتين عند انتهاء الفحص الثالث؟ نرمز للكتلة المعيبة م، والكتلة غير المعيبة صاد. فإذا سحبنا، فإذا كان حدث معرفة الكتلتين المعيبتين عند انتهاء الفحص الثالث، فالحقيقة الحدث نمطه ممكن أنا افحص الأولى تطلع غير معيبة صالحة، والثاني غير معيبي، والثالث غير معيبي. انتهى الفحص الثالث، الكتلتين الباقيتين أصبحتا معيبتين، فقد عرفنا الكتلتين المعيبتين عند انتهاء الفحص الثالث. وقد يكون في حالة أخرى قد تكون الكتلة الأولى صالحة والثاني معيبي والثالث معيبي، فانتهى الفحص الثالث وعرفنا الكتلتين المعيبتين. إذن هاتين حالتين. هناك حالة ثالثة ممكن تطلع الأولى معيبي والثاني غير معيبي والثالث معيبي، انتهى الفحص الثالث وعرفنا الكتلتين المعيبتين. ولكن لو كانت الأولى معيبي والثاني معيبي، انتهى الفحص الثاني وعرفنا الكتلتين المعيبتين. إذن لا توجد إلا 3 حالات. فما احتمال هذا الحدث؟ الآن نحن نلاحظ أن الكتل هي 5 كتل، 2 معيبتان و3 كتل غير معيبي، وعدد الكتل هي 5. فإذا أردنا أن نحسب أن تكون الأولى صالحة غير معيبي، فنقول 3/5، والثاني صالحة سحبت الكتلة وضعت جانبا، فبقيت 2 من أصل 4، لأنه نقصت الكتل كتلة. ثم الثالث صالحة، فبقيت كتلة واحدة صالحة من أصل 3. إذن هذا بالنسبة لصاد صاد صاد، أو زائد صاد ميم ميم. أما الصاد ف3 كتل من أصل 5، وأما الميم الأولى كتلتين معيبتين موجودات من أصل 4 كتل بقيت بعد سحب الكتلة الأولى الصالحة وضعت جانبا، والكتلة المعيبة الأخرى بقيت 1 معيبة من أصل 3. نلاحظ النمط الثالث فيه معيبتين وصالحة ولكن بترتيب مختلف، فيمكن للطالب أن يقول ضرب 2 لأن هناك حالتين معيبتين وصالحة. نحسب الجواب فنجد إن المقام 5 في 4 في 3، 20 في 3 60. وأما البسط 3 في 2 6، وهنا 3 في 2 6 في 2 12، إذا 18/60. يمكن أن نقسم على 6 فينتج 3/10. إذا هذا احتمال معرفة الكتلتين المعيبتين بعد انتهاء الفحص الثالث. أما في الطلب الثاني، إذا كان X متغير عشوائي يدل على عدد مرات الفحص اللازم لمعرفة الكتلتين المعيبتين، اكتب مجموعة قيم المتغير. في الحقيقة في هذا جدول الأنماط، جدول المساعدة، لاحظنا أنه يمكن أن نفحص الأولى تكون معيبي والثاني تكون معيبي. انتهى الفحص الثاني، عدد مرات الفحص هو 2، فعرفنا الكتلتين المعيبتين. ويمكن عند انتهاء الفحص الثالث الأنماط التي وجدناها سابقا في الطلب الأول، ويمكن عند انتهاء الفحص الرابع. فدققوا، الفحص الأول كانت معيبي، الفحص الثاني غير معيبي، الثالث غير معيبي، الرابعة غير معيبي. إذن حتى الرابعة نتجت 1 معيبي، فالفحص الخامس لا داعي له لأننا عرفنا أن الأخيرة معيبي. وهكذا يمكن أن تكون هناك كتلة معيبي و3 كتل صالحة في 3 حالات. في كل من هذه الحالات عند انتهاء الفحص الثالث يدل على 2 صالحات 1 معيبي، فيجب أن نفحص الفحص الرابع. فإن كانت صالحة
فالأخيرة معي بي قد علمناها، وإن كانت معي بي فالأخرى صالحة فعرفناها أيضا. إذا بنلاحظ هناك 3 حالات معي بي و3 كرات و3 كتل صالحة، أو 2 صالحتان و2 معيبتان. فعند انتهاء الفحص الرابع كل هذه الأنماط. الآن ما هي قيم المتغير العشوائي؟ هي 2 و3 و4. إذن إكس الأوميجا مجموعة قيم المتغير العشوائي 2 و3 و4. قال بدنا نحن جدول القانون الاحتمالي والتوقع، فيجب أن نحسب اف الاثنين. اف الاثنين هو حساب احتمال أن يكون الفحص الأول كتلة معيبي، الفحص الثاني كتلة معيبي. نحن عندنا كتلتين معيبات، فالفحص الأول يكون 2/5، كتلتين معيبات من أصل 5 كتل، والفحص الثاني يصبح 1/4، لأن الفحص الأولى معيبي وضعت جانبا، بقيت معيبي 1 من أصل 4، وهذا الجداء هو 2/20. ثم اف ل3، واف ل3 لاحظوا عند انتهاء الفحص الثالث هو الطلب الأول تماما، فلا داعي لحسابه من جديد، وإنما الجواب هو 3/10، و3/10 أي 6/20. طيب اف ال4 ماذا يساوي؟ اف ال4 سنحسب ونقسم هذه الأنماط إلى قسمين. أما القسم الأول معيبي و3 كتل صالحة، فنحسب 1 ونضرب ب3. وهنا كذلك 2 صالحات 2 معيبات في 3 حالات، فنحسب 1 ونضرب ب3 للتبادل الموجود. فإذا أتينا إلى النمط الأول، المعيبة الأولى هناك كتلتين معيبتين من أصل 5 كتل، ضرب هذه صالحة، هناك 3 كتل صالحة بين الكتل ال5 من أصل 4 بقيت. ثم الصالحة الثانية هناك بقيت كتلتين صالحتين من أصل 3 كتل، لاحظوا الكتل عم تتناقص 1. ثم الصالحة الأخيرة، الكتلة الأخيرة بقيت 1 صالحة من أصل 2. نضرب ب3 حتى لا نكرر هذا الجداء، لأنه الضرب تبديلي، فلذلك 3 حالات، فيكفي أن نضرب ب3 للتبادل، أو زائد بناخد صاد الأولى هي 3/5، صاد الثاني 2/4، ميم الأولى 2/3، ميم الأخيرة تكون 1/2، ونضرب ب3 كذلك. فإف ال4 أعزائي الطلاب ماذا يساوي؟ أولا إن المقام الموحد 5 في 4 في 3 في 2 120. البسط الأول 2 في 3 6 ضرب 2 12 ضرب 3 36 زائد ضرب 2 أيضا 12 ضرب 3 36. فإف ال4 يساوي 72/120. ولو قسمنا وجعلنا المقام 20 كما هي الحالة بإف ل2 وإف ل3، فنقسم على 6 فنجد 12/20. لو سجلنا في هذا الجدول 2/20، وهنا 6/20، وهنا 12/20، بنلاحظ 12 و6 18 و2 20/20. طبعا في الحقيقة ممكن نخليها هي 1/10 3/10 6/10، فيصبح المجموع 10/10 أيضا يمكن ذلك. في الجداء 4/20 18/20 و48/20. من أجل التوقع الرياضي، فالتوقع الرياضي عندئذ يساوي المقام الموحد 20، ونجمع البسوط 4 و18 22 و48 يكون 70/20، أي 7/2، 3.5. هذا التوقع الرياضي.
أخيرا في السؤال التاسع، صندوقان متماثلان فيهما كرات متماثلة. الصندوق الأول يحوي 3 كرات مرقمة 1 2 3، والصندوق الثاني يحوي 4 كرات مرقمة 2 3 4 5. نختار عشوائيا أحد الصندوقين ونسحب منه بطاقتين معا. احسب احتمال أن يكون المجموع زوجيا. عندما نسحب من الصندوق الأول كرتين ونجمع الرقمين سينتج إما 3 أو 4 أو 5، وكل الحالات المظللة لا يمكن أن تنتج لأننا نسحب معا، فلا يمكن أن ينتج 1 مع 1، يمكن أن ينتج 1 مع 2 أو 1 مع 3، ويمكن أن ينتج 2 مع 3. لاحظوا، ولأنه معا فلا داعي للتكرار، لا داعي تكرار، وبالتالي نشطب هذا القطر وما تحته تماما. عندئذ لو سحبنا الصندوق الأول فأن يكون المجموع زوجيا كما ألاحظ هي حالة واحدة. أما الصندوق الثاني لو سحبنا كرتين ومنلاحظ الكرات الزوجية في كرتين، كرات فردية كرتين، فسينتج حالات أخرى، فمنلاحظ أنه ممكن ينتج معي حالتين المجموع زوجي. فيما لو جمعت رقمين زوجيين فيكون المجموع زوجي، أو إذا جمعنا رقمين فرديين 3 مع 5 فيكون المجموع زوجي، ولكن إن جمعنا رقما زوجيا مع رقما فرديا يكون المجموع فردي. فلذلك عبقى لي احسب احتمال أن يكون مجموع رقمي البطاقتين زوجيا. فنفرض الحدث حدث مجموع الكرتين زوجيا. في الحقيقة احتمال ماذا يساوي؟ هو احتمال أن نسحب الصندوق الأول ضرب احتمال أن يكون المجموع زوجيا علما أنه من الصندوق الأول، أو احتمال أن نسحب الصندوق الثاني ضرب احتمال أن يكون المجموع زوجيا علما أنه من الصندوق الثاني. مرة معنا تمرين بهذا الشكل. فاحتمال أن نسحب الصندوق الأول هو نصف ضرب احتمال أن يكون المجموع زوجيا من الصندوق الأول هو 1 من أصل، لاحظوا 3 حالات، أو احتمال أن نسحب الصندوق الثاني نصف ضرب أن يكون زوجيا من الصندوق الثاني 2 من أصل 1 2 3 4 5 6، 2 على 6. فنلاحظ 2 على 6 تصبح 1 على 3، ف1 على 2 ضرب 1 على 3 زائد 1 على 2 ضرب 1 على 3، الجواب يكون 1 على 3 في النتيجة. راح يطلع لنا 1 على 6 زائد 1 على 6، 2 على 6 أو 1 على 3. في الطلب الثاني قال نختار عشوائيا أحد الصندوقين ونسحب منه بطاقتين معا. فإذا علمت أن مجموع رقمي البطاقتين فرديا احسب احتمال أن تكون قد سحبتا من الصندوق الثاني. في الحقيقة الآن بحدث المجموع فردي. المطلوب هو احتمال شرطي. احتمال قال إذا علمت أن مجموع رقمي البطاقتين فرديا، أي وقع الحدث B، ما احتمال أنه من الصندوق الثاني. قانون الاحتمال الشرطي كما نعلم هو احتمال التقاطع على احتمال الحدث الذي وقع. وحسب قانون الاحتمال المركب فاحتمال التقاطع هو احتمال أن نسحب الصندوق الثاني ضرب احتمال أن يكون فرديا من الصندوق الثاني على احتمال بأن يكون فرديا هو 1 ناقص احتمال لأن المجموع إن لم يكن فرديا سيكون زوجيا فهما متتامين، فيساوي احتمال البي نصف واحتمال أن يكون فرديا من الصندوق الثاني من عند 1 2 3 4 على 6 على 1 ناقص 1 على 3 يساوي. بنلاحظ الآن 6 ب2 12، 4 على 12 1 على 3، 1 ناقص 1 على 3 2 على 3، 3 مع 3 بتروح بضل معنا الجواب نصف. فهذا هو احتمال أن يكون من الصندوق الثاني علما أن المجموع كان فرديا. في الطلب الثالث نسحب عشوائيا كرتين من الصندوق الأول ونسحب عشوائيا كرة من الصندوق الثاني. إذن هنا
من الصندوق الثاني سحبنا كرة، ومن الصندوق الأول سحبنا كرتين، ومثلت هذا الجدول. فإذا كان x متغير عشوائي يدل على مجموع أرقام الكرات الثلاث، 2 زائد 1 زائد 2 5، 2 زائد 1 زائد 3 6، وهكذا. قمت بتشكيل هذا الجدول يدل على الحالات جميعها. قال اكتب مجموعة قيم المتغير العشوائي x. فمنلاحظ في الجدول قيمة 5 من قيم المتغير، ثم 6 7 8 9 10. ثم نحسب اف ار كي. فما هو اف الخمسة؟ 1 على، من عد الحالات أنا عندي في كل سطر 4، 1 على 12. طيب اف الستة 2 على 12، واف السبعة 3 على 12، واف الثمانية أيضا 3 على 12، وأما اف التسعة 2 على 12، واف العشرة 1 على 12. بنحاول نضرب من أجل التوقع الرياضي، فنجد 5 على 12، 12 على 12، 21 على 12، ثم 24 على 12، 18 على 12، و10 على 12، ليكون التوقع الرياضي عندئذ المقام الموحد 12. ونجمع البسوط فنجد 5 و12 17، و21 بصير معنا 38 58 62 72 و8 80 و10 90 على 12. بنقسم البسط والمقام على 6 فينتج 15 على 2 أو 7.5. بهذا الشكل طلابنا الأعزاء نكون قد انتهينا من قسم الاحتمالات كاملا، سواء الاحتمال العادي أو الاحتمال الشرطي، الاستقلال الاحتمالي، والمتغير العشوائي، وكيف حسبنا التوقع الرياضي. نتابع إن شاء الله في دروس قادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.